مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. احنا موجودين في كفر الشيخ وتحديدا في دير الشهيده دميانه. عايزه اقول انه الدير قديم جدا جدا، والشهيده دميانه قصتها قصه رائعه ملهمه. النهارده هنعرف اكتر عن الشهيده دميانه والأربعين بنت العذراوات اللي كانوا معاها واستشهدوا كلهم واتدفنوا هنا في المكان. الكنيسه يمكن الاحداث دي كلها كانت مع بدايه القرن الرابع. حكايات كتير والمبنى هنا او الدير هنا متقسم لجزئين. قديم ولو شايفينه عبارة عن طوب قديم جدا وأثري، تم ترميمه بقدر الإمكان لكن لسه محافظ على قوته وجماله. وهنا الحقيقة أنه الخدام هنا بيحاولوا أن هم يهتموا بالمكان كأثر، محافظين عليه جدا جدا وبيحاولوا يتوسعوا فيه أو يتم تطويره، يتم ترميمه بشكل جيد بحيث كمان يستقبل زيارات. بيقال أن المكان هنا أنه كمان بعض الآراء ومقتفي الأثر زي ما بيقولوا الناس اللي بتشوف ان المنطق انه يكون العائله المقدسه مرت هنا كمان على المكان، لكن يمكن دي كتابات حديثه مش موثقه بكتابات قديمه. لكن عايزه اقول ان الكنيسه رائعه، بندعوكم انكم تزوروا المكان هنا. اهل المكان بقى اجمل حاجه لانهم استقبلونا استقبال حافل، اكلنا احلى سمك في الدنيا، ومش بس كمان كلنا سمك، لا هو في خروج بره الصندوق في الاكلات، وهنا الامهات هي اللي عملت لنا الاكل. فالحقيقه وشفناهم بالصدفه بس سلمنا عليهم، كنا سعداء بيهم. الخدام المكان هنا فعلا رائعين، وانا بقول لكل المصريين لازم تيجوا تشوفوا دير القديسه دميانه وتيجوا تصلوا هنا. تعالوا معانا، حلقه مهمه هنعرف فيها معلومات كتير جدا ونتمنى انها تعجبكم. معانا الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري وتوابعها ورئيس دير القديسة الشهيدة دميانة. يا أهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. أولا احنا سعداء بوجودنا هنا جدا. أنا ما كنتش متخيلة إنه الكنيسة بالجمال ده والجدران القديمة ليها حكايات، بتحكي حكايات كتير. وانا عارفه انه لسه في صراعات على فكره الاثر وفي خلافات كتير في الموضوع ده، لكن يبقى الحال الكنيسه رائعه. خلينا نتكلم على تاريخ الكنيسه وحكايه الشهيده دميانه والأربعين فتاه المدفونين هنا. هو يرجع تاريخ الدير لبداية القرن الرابع الميلادي. نشأة القديسة دميانة كانت في المنطقة دي لأن أبوها كان والي البرولوس والزعفران، دولت على منطقة الساحل الشمالي. وكان هنا في آخر القرن الثالث الميلادي اتولدت القديسة دميانة، ولما جت سنها 15 سنة حد طلبها للزواج فرفضت الزواج، وقالت لأبوها بصفته بقى هو والي المدن دي كلها، قالت له لا، ابني لي قصر في طرف المدينة أتعبد فيها أنا و40 عذراء مثلي. وبالفعل بنى لها أبوها القصر عاشت في المنطقة هنا مدة طبعا من السنين لغاية ما تولى الملك دقلديانوس. الملك دقلديانوس أعلن الحرب على الديانة المسيحية. أبوها الوالي راح يقدم تقرير الأوثان. جات القديسة دميانة لما عرفت راحت له وقالت له بالنص كده: كان يجي لي خبر موتك ولا إنك تركت المسيح. فرجع تاني واعترف باسم المسيح واستشهد على اسم المسيح. فديقلديانوس لما عرف إن ورا الموضوع بنته القديسة دميانة، فبعت لها هنا والي أو قائد جند يعني، ومعاه 100 عسكري. حاول معاها مرارا وتكرارا بالوعيد بالتهديد، لكنها رفضت.
فما كان إلا أنها استشهدت هي وال40 عذراء هنا، وده في بداية القرن الرابع الميلادي، لأن دقلديانوس كان آخره 311 ميلادية. بعد كده عرفت بالموضوع القديسة هيلانا لما خلص ملك دقلديانوس وتولى قسطنطين، وبعد كده أعلن قسطنطين بأن الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة الرومانية. جت هيلانا الملكة بعد اكتشاف الصليب، ومن ضمن الأماكن اللي زارتهم وهي بنت الدير وبنت القبر بتاع القديسة دميانة والكنيسة الأثرية اللي احنا فيها ديت. الملكة هيلانا بعد 325 ميلادية أو 26 ميلادية. وجه معاها بعد كده البابا ألكسندروس رقم 19، ودشن الكنيسة هنا على اسم القديسة دميانة، وكان يعني مكان للتبرك وللصلاة وللشفاعة. وبعد كده حصل في القرون اللي بعد كده تهدم للدير، والمنطقة دي كلها كانت غرقت من البحر، وبعد كده رجعت اتعمرت تاني، وبقى في آباء رهبان يسكنوا ويخدموا المناطق دي كلها، لغاية لما جه بقى متنيح الأنبا اندراوس وبدأ فكرة إعادة الدير، لكن لم يمهله الوقت، وأنبا اندراوس عاش في الأبروشية 3 سنين. جه بعد كده مثلث الرحمات سيدنا الأنبا بشوي كمل، وجه البابا شنودة سنة 78، وبدأ بأول دفعة رهبنة هنا في الدير في العصر الحديث. وعشان كده الدير بينقسم إلى قسمين: قسم أثري بداية القرن الرابع الميلادي، وده اللي احنا فيه الكنيسة الأثرية فيها نفس القباب، أيوة، والقبر، وفي بعض الألالي، وفي سهريج مية أو خزان مية تحت، كل ده الأثر. لكن كل بعد كده المباني بتاعت الراهبات، الكنيسة اللي بره بتاعت الشعب، كل دي مباني جديدة في عهد المتنيح سيدنا الأنبا بشوي. نيافتك كنا سامعين انه المكان هنا كمان بيقال انه متتبعي الاثر، يعني الناس اللي بتفهم في المنطق وفي العلم وفي المسيره او في خطوط المسيره لمسار العائله المقدسه، انها في نسبه كبيره انها تكون عدت على المنطقه هنا كمان. هي عدت على المنطقه هنا، لكن للاسف الشديد دي كتب حديثه اللي كتبت الكلام ده، لكن مش لاقيين مراجع قديمه، لان عشان خاطر يعترفوا بيه كمكان من محطات العائله المقدسه بيرجعوا للمخطوطات القديمة. لكن في كتب جديدة كتبت انها عدت هنا، من ضمنها الخريطة اللي اتعملت سنة 2000، ودي يعني قداسة البابا شنودة موقع عليها، كان فيها دير القديسة دميانة كمحطة من محطات العائلة المقدسة. بيجيلكوا زيارات من أجانب؟ أنا عارفة إنه في كنايس كتير بتعمل رحلات، الجمعية النهاردة حماية التراث عاملة رحلة، وطول الوقت في زيارات. هل كمان في زيارات بالنسبة لكم من أجانب أو مسيحيين مصر حتى؟ بيجينا زيارات من كل الجنسيات، وبيجينا زيارات من المصريين على مستوى الجمهورية كلها، لأن ده مكان يعتبر الأقباط عارفينه. زائد كمان إن بيتم هنا احتفال كبير كتذكار للقديسة دميانة، بيقعد من 10/5 ل20/5، وده بقى بيبقى فيه خيام، وبيبقى فيه ناس مقيمة هنا، وبتبقى فيه ناس بتيجي بتيجي ناس هنا بقى اليوم الواحد وتروح، وبيبقى فيه هنا يوميا عشرات الآلاف. بنعمل لهم اكل، لان احنا الحقيقه انا عايزه برضو اقول للناس احنا اتعمل لنا اكل مش طبيعي جماله. يعني انا الواحد كل كتير وقليل، لكن الفكره انه هم عاملين حاجات وخلطات معينه. ده السورات هنا ولا الامهات هنا؟ امهات مش ممكن، وخارجين بره الصندوق خالص في التفكير، وفي نفس الوقت الاكلات جميله، والواحد حاسس ان هو بياكل في بيته، بل بالعكس احلى من اكل البيت يعني. فانا بشكرك طبعا على حسن الضيافه، وبشكرهم. انا عديت سلمت عليهم وشكرتهم، شفتهم يعني بالصدفه واقفين. فهل يعني استقبالكم للناس بقى اللي بيجوا، لو هيبقى الموضوع ممكن يتفتح للاجانب، الناس اللي بتيجي تروح السخا تكون بتعدي عليكم، هل ده وارد انه يبقى
معمول بقى بشكل كمان سياحة روحانية. احنا مش بنعمل الاكل ده لكل الناس، لكن بنعمل لضيوف الدير. لكن في استراحة هنا معمولة لو حد جاي، لان طبيعة الشعب المصري طبعا طالع رحلة، فبيبقى واخد معاه الزاد والزوات. فلكن لو في حد بيبقى مش معاه، بيبقى يعني نقدر نوفر له. واحنا مهتمين بالمجال ده وعاملين استراحة حلوة قوي لكل الناس، مش لفئة معينة. الاستراحة دي مفتوحة لكل الناس، لكل الناس. بشكرك نيافتك، وأتمنى أنه يبقى المكان هنا مليان صلوات، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل المسيحيين والمسلمين والمصريين كلهم طيبين. بالمناسبة دي احنا بنتوجه طبعا بالتهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني وكل الآباء المطارنة والأساقفة وكل الشعب القبطي بصوم الميلاد اللي احنا حاليا دلوقتي بدأناه من يوم الأحد الماضي، اللي هو 16 هطور 26 نوفمبر. وده بيبقى بداية أو استعداد لعيد الميلاد المجيد. ونهنئ برضو قداسة البابا والآباء والشعب بعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس، وإن شاء الله قبلهم يكون رأس السنة وبداية سنة ميلادية جديدة. كل سنة وأنتم طيبين. ومعانا كمان القمص تيموثاوس، يعني اهلا وسهلا. اهلا بيكم وشرفتونا. اولا بنشكرك على حسن الاستضافه، والواحد سعيد انه موجود في مكان جميل ومقدس زي كنيسه العذراء هنا. الاول بس احكي لنا كده، لان احنا يعني حضرتك شرحت كذا حاجه من ضمنها الحجر وكلمه الله، انها ممكن تبقى باربع طرق لتفسيرها او لكتابتها او لمعناها. الحقيقه لما انطبع الادب من السيد المسيح على الصخره هنا، كان نشأ دير عامر بالرهبان لنهاية القرن ال 12 وبداية ال 13 تحطم الدير كله. فلازم الأثر ده يكون موجود في نفس المكان اللي انطبع فيه آدم السيد المسيح، فلازم الحجر يكون في هذا المكان. فراحوا الرهبان كتبوا على ظهر الحجر من وراء باللغة العربية وبالخط الكوفي كلمة الله واحد بالحساب. دي لأربعة أسباب. السبب الأول علامة تميز الحجر عن أي حجر آخر، لأن الحياة الرهبانية انتهت والرهبان مشيوا وتحطم الدير، وتحول المكان اللي حضراتكم فيه ده إلى ساحة للبيع والشراء، يعني سوق، منطقة سوق. فعلموا الحجر بهذه الكلمة الله واحد، علامة تميز الحجر عن أي حجر آخر. حاجة تانية وقتها الرهبانة ليه بالمناسبة؟ الرهبانة لأن الدير اتحطم كله، يعني بسبب الاضطهاد يعني، ولا كان ساعتها في خلافات؟ في اضطهاد، فاتحطم الدير وانتهت الحياة الرهبانية ومش الرهبان خالص. فالحجر لأنه واقف على الكنيسة لازم يكون في مكانه. طيب عشان نميزه عن أي حجر آخر، لأن الطبعة طبعا طفل صغير مش واضحة قوي يعني،
فكتبوا على ظهره الله واحد كعلامة تميز الحجر عن أي حجر آخر. اللي يلاقي الحجر يتعامل معاه بالاحترام والتقدير لوجود لفظ الجلالة الله. لو واحد لقى حجر مش مكتوب عليه الله هيرميه في أي مكان ويتعامل معاه بالإهمال، لكن لما لقيوا كلمة الله يبقى وراها سر. حاجة التالتة، ما حدش يتهم المسيحية بأنها بتعبد صنم أو حجر، لا ده واضح إن في كلمة الله لفظ الجلالة برضه. والحاجة الرابعة والأهم، ما حدش يتهم المسيحية بتعدد الآلهة، لأن احنا إلهنا وإلهكم واحد. نعم. السيرات الأربعة أو الدلالات الأربعة هايلة يعني واضحة خالص. ودي خلت الناس تتعامل لما عثروا على الحجر سنة 1984. أول حاجة لفت نظرهم كلمة الله واحد. وهذا المكان هنا نلاقي ناس كتيرة بتيجي تتبارك من هذا المكان وتاخد بركة من أثر قدم السيد المسيح، ولكن بالإيمان بينالوا الشفاء ويرجعوا مجبورين الخاطر. السيد المسيح والعذراء لما جم هنا قعدوا 6 أيام تقريبا. 7 أيام. احكي لنا عن الزيارة دي وازاي حكاية طبعة القدم دي جت على المنطقة هنا كانت معابد وثنية. فلما دخل السيد المسيح الصنم آلهة وثنية، فلما دخل السيد المسيح لم يدخل هذا المكان بمحض الصدفة، لا ده كان بالنية والقصد. ودي تحقيقا لنبوة أشعياء في العهد القديم 19 وعدد 1 أن السيد الرب آت إلى مصر فترتجف أوثان مصر من أمامه، يعني تسقط. فدخول السيد المسيح هذه البقعة أو هذا المحطة، وهي طبعا الرقم 5 من محطات العائلة المقدسة 25، تحطمت الآلهة. ولو كنتوا جيتوا من كام سنة ورا كنتوا هتلاقوا جمل كبير من الصنم بارك بره باب الكنيسة بحوالي 100 متر تقريبا. واضح ان ده كانت من الآلهة الوثنية اللي سقطت ايام السيد المسيح. ليه بقى؟ لان رقبته مش موجودة. يعني الصنم عبارة عن جمل كبير قوي ضخم بس الرقبة مش موجودة. ده دليل ان لما دخل السيد المسيح هنا سقطت الآلهة فتحطمت رؤوسها وخدوها الوقت وودوها مدينة اسمها بوتو، دي خاصة بهيئة بالآثار. وسبب ان طبع القدم بقى ان لما الآلهة سقطت الوثنيين اعتبروا ان العائلة شؤم عليهم وانهم هم السبب، فرفضوا يدوهم المية. فالست العذراء وضعت السيد المسيح على هذه الصخرة، فانطبع قدمه اليمنى على الصخرة دي زي ما بيقولوا المؤرخين، وانفجر بير مية روى المنطقة وارتوت العائلة المقدسة. وعلشان كده سمي المكان بيخا إيسوس، كلمة يونانية بمعناه قدم يسوع. بيخا يعني قدم، إيسوس يعني يسوع أو قدم يسوع أو كعب يسوع زي ما بيسمى. ونشأ دير عامر بالرهبان بقى في القرن الرابع، سمي بدير المختص نسبة للمية انفجرت من باطن الأرض. انا عارفه ان المكان هنا اترمم اكتر من مره، بس انا ببارك على الترميم الاخير لانه رائع. وهل في شبه من الكنيسه القديمه اللي كانت موجوده قبل الحريق؟ لا، قبل الحريق كانت عباره عن مسطح مسلح بس. لكن لما اتحرقت الكنيسه بدون فعل فاعل في 2008 حكايه الشمعة والورد البلاستيك، يعني عندنا بيت مغتربين ومغتربات يجوا يقيدوا الشموع قدام صوره العذراء تبريكا منها قبل الامتحان يقفلوا الباب، فالشموع كترت فمسكت في حجاب اثري يعني، وكان كله للخير. لما جينا نوضب الكنيسه نعمرها تاني، فنيافه الانبا بشوي الله يرحم نفسه قال انا مش عايز اعملها مسطح بقى، لا انا اعملها بالشكل البيزنطي القديم اللي يوحي للكنيسه من القرن الرابع القديم. وفعلا اصبح المنظر ده كله شكل اثري قديم رائع. الطوب، حتى الطوب مخصص للأثريات، حاجات صغيرة كده يعني. وليها علاقة بعلوم الطاقة والراحة النفسية وصدى الصوت والجو الحلو. كل قبة لها شكل مميز عن الآخر. كويس. طب احكي لنا كده يا ابونا ايه الحاجات اللي ورانا دي؟ طبعا احنا زي ما قلنا احنا في دير أثري وليه تاريخ قديم من القرن الرابع الميلادي. الكنيسة اتعمرت أكتر من مرة، فكل ما يجي يعمروا يلاقوا حاجات أثرية من تاج عمود أثري. دي مثلا
جزء. شارحين ده ايه يعني؟ دول الأجانب لما بييجوا يزوروا المكان اهتموا بأثر قدم السيد المسيح، فده الرجل القدم اليمنى، ودي كلمة الله واحد اللي هو ده الحجر من الخلف. طبعا ده منجلية قديمة بنحط عليها الإنجيل والقراءات ونصلي عليها. طبعا برضو ده من شغل فني أرابيسك قديم، ده عاشق ومعشوق ولكن ليس بمسامير، زي الحجاب برضو. الحجاب ده كله عاشق ومعشوق. دي تجويف اللي نحط عليها الكتاب المقدس او قراءات اليوم عشان يقف الكاهن او الشماس يقرا للشعب. دي الايقونه دي لها 400 سنه، ودي بانوراما حقيقه جميله بتحكي عن العهد القديم، قصص من العهد القديم والعهد الجديد وتاريخ الكنيسه. ودي معموله على جلد غزال. طب ما لازم احنا طبعا كنا مغلفينها، لكن احنا ده بالفريم بتاعها كله زي ما هي. وقالوا ان هي دي 4 في جمهورية مصر العربية بس. عندنا واحدة، والمحرة واحدة، الملاكة وخشب واحدة، والسوريان واحدة. دي تاج عمود من الكنيسة القديمة طبعا من الدير الأثري. دي الرحايا اللي كانت بتستخدمها العائلة المقدسة، جزء من الرحايا، يعني في جزء تاني يطحنوا بيه الغلال. ايوه، ودي ده المجور اللي كانت من الدير الأثري القديم، وقالوا ان دي بتاع المجور بتاع الست العذراء اللي كانت بتطحن فيه العجين، ايوه تعجن فيه العجين. هو ده المجور الخبز اللي بيحكوا عنه. ايوه ده المجور. ونسأل ده من الدير الأثري القرن الرابع، برضو نفس المعنى. يعني يا ابونا الواحد شاف قصص وحكايات بتبني عليها بره، يقول لك في بنت حلمت بالعذراء، المدينه بتاعتها كلها في فرنسا، العالم كله يروح لها بالملايين. طب واحنا عندنا حاجات يعني انا شايفه انها السيد المسيح ده يوازي اورشليم بالظبط، بل يفوق، اللي هو اثر القدم. طيب ده حاجه تخلينا يعني نبقى نمره واحد في السياحه الروحانيه. يعني انا دايما اقول ان اورشليم نسخة انفردت عن العالم كله بهذا الأثر الفريد. يقولوا لي تم في أورشليم في طبعة الأدب بتاع السيد المسيح على جبل الصعود. في، بس كان سن السيد المسيح وقت ذلك كان 33 سنة وتلت. أنا سخة أقل من 3 سنين، يبقى أنا انفردت عن العالم كله بهذا الأثر. عشان كده المقريزي كان بيقول في القرن ال15 كانوا يحجون إلى سخ كما يحجون إلى بيت المقدس، ويعتبروا أن قدسهم مش كامل إلا لما يعدوا على سخ. احنا في العالم كله ما فيش أثر زي ده، لأن طفل يسوع سيد المسيح ترك أثره رجله على حجر مش موجود في العالم، وهو طفل صغير إلا في سخة بيخة إيسوس قدم يسوع. لا يعني حاجة جميلة، ونتمنى إن العالم كله يعرف عن الكنيسة هنا، ويعرف على كم الأيقونات اللي فيها، كم المخطوطات اللي بره بخط اليد في منتهى الجمال. حاجة بصراحة عظيمة جدا جدا. فبنشكركم على حسن الاستضافة، ونتمنى ان شاء الله، انا عارفة ان انتوا فاتحين الابواب للجميع، نلاقي عندنا بقى كل الجنسيات تيجي تصلي هنا. بيجوا ناس اجانب من كل الجنسيات، والمصريين والعرب بيجوا، واحنا فاتحين قلوبنا قبل ما نفتح ابوابنا. بشكرك يا ابونا. شكرا لزوجك. يا كنيسة يا جمعتينا، أعضاء في جسده جعلتينا، وجوه في حضنك صنتينا، لله التبني لفديكي. يا كنيسة يا جمعتينا، أعضاء في جسده جعلتينا، وجوه في حضنك صنتينا، لله التبني لفديكي. يا عروسته يا وحدة دعيتينا، من روحك روح وهبتينا، نبتنا في أرضك ونبينا، ورود في كرمك فديكي. يا عروسته يا وحدة دعيتينا، من روحك روح وهبتينا،
كرم فديكي يا رسولية يا أمينة يا أصيلة يا واعية يا سفينة لبن إيمانك سقيتينا عشتي وفيا لفديكي. ومعانا سيادة القمص ديسكورس شحاتة دير القديسة دميانة. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. أولا بنشكرك على حسن الضيافة، وخلينا نتكلم شوية عن الكنيسة. احنا شايفين مباني قديمة ومباني جديدة، فدينا فكرة شوية كده عن الكنيسة وأنا عارفة إن في لخبطة شوية حصلت وفي نوع من التشويه شوية حصل كأثر، وبتحاولوا إن انتم إن شاء الله تصلحوا في المستقبل، فاحكي لنا كده إيه اللي حصل. الدير يرجع تاريخه للقرن الرابع الميلادي. القديسة دميانة عاشت في المكان ده في القرن الرابع الميلادي فيما يسمى حاليا التل الأثري أو الحرم الأثري للدير. بعد استشهاد القديسة دميانة بفترة، الإمبراطورة هيلانا بنت المقبرة، وبنت جنب المقبرة كنيسة كبيرة وحطت أجساد القديسة دميانة والأربعين عذراء في المقبرة، وابتدى الدير يبقى مفتوح للأقباط في الزيارات والتبرك من هذا الزمان. في القرن الثامن حصل نهضة معمارية تانية اتبنت فيها الكنيسة الأثرية اللي احنا فيها دي، وبعض القلال الأثرية للآباء الرهبان اللي كانوا بيجوا من الأديرة بتاعتهم يعيشوا فترة توحد في أماكن بعيدة، فكانوا بيصلوا في الكنيسة اللي احنا فيها والسكن بتاعهم في منطقة القلالة. وفضل الدير كده لغاية ما أعيدت الحياة الرهبانية في القرن العشرين في أيام متنيح البابا شنودة الثالث ونيافة المطران الأنبا بشوي. حصل نهضة معمارية بإعادة، أو القرار كان طالع بإعادة الحياة الرهبانية، لأنه اعتبرنا أنه الدير القديم استشهد في القرن الرابع، فما بقتش فيه رهبانة جديدة، أعيدت الحياة الرهبانية تانية، يعني بقي فيه نشاط رهباني جديد. فحصل نهضة معمارية من هذا التاريخ، وبعدين اتسجل الدير في الهيئة العامة للآثار سنة 99، وابتدى يبقى فيه ترميم للآثار اللي موجودة، لأنه فترة القديمة الدير علشان بعيد شوية وكان مهمل، فإيد الإهمال زيه زي أي منشأ يعني كانت بتبقى موجودة. لكن بفضل الوعي الآباء اللي كانوا موجودين، الآباء الأساقفة الموجودين سابقا، ابتدوا يعمروا في الدير لغاية ما وصل للحالة اللي شايفاها. ففي مجموعة كنائس أثرية، ومجموعة منها كنيسة المنامة أو كنيسة القبر، وفيه كنيسة الأثرية، وفيه كنيسة الأنبا أنطونيوس الأثرية، وفي بعض الأماكن الحديثة اللي اهتموا الآباء بإنشائها. نيافة الأنبا بشوي اهتم بالتعمير. اتنيح سيدنا الأنبا بشوي سنة 2018، وتم تجليس نيافة الأنبا مرقس على كرسي الأبروشية أسقف لدمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة ورئيس لدير القديسة دميانة. فاستمر في النهضة المعمارية اللي موجودة واللي حضراتكم شايفينها. ابتدينا نشيل بعض الأبنية العشوائية اللي كانت بتهين الأثر ومش مبيناه. ابتدينا نعمل إخلاء للمنطقة الأثرية عشان تبقى المنطقة الأثرية باينة الوحدات زي ما حضراتكم شفتوا، وابتدينا نهتم بالحديث حديث ونرمم القديم قديم. وسيدنا نيافة الأنبا مرقس كمل النهضة المعمارية وابتدى يحط لمساته الجديدة في المكان، وبقي واحد من أهم الأديرة المفتوحة للسياحة في العالم كله، لأنه ده أول تجمع رهباني في العالم كله للسيدات، وأول تجمع رهباني خارج القاهرة، لأن كل أديرة الراهبات كانت في القاهرة، وأقدم دير أثري للراهبات في العالم زي ما قلت لحضرتك، لأن القديسة دميانة هي أول من أنشأت التجمعات الرهبانية في العالم المسيحي كله. في أيقونات كتير وشايفة أنه في مجموعة منها نادرة، كلمنا على أهم الأيقونات اللي موجودة. عندنا مجموعة من الأيقونات الأثرية ترجع لأواخر القرن ال18، رسمها الفنان الأنسطاس الرومي. عندنا أيقونة الملك ميخائيل، وأيقونة الماري جرجس الروماني، وعندنا أيقونة للست العذراء، وأيقونة الأنبا أنطونيوس الأنبا بولا، وأيقونة نادرة وجميلة جدا للقديسة دميانة والأربعين عذراء مع الدير بتاعها. كل سنة وحضرتك طيب، وبنشكرك شكرا. أهلا وسهلا بيك، وحضرتك نورت وشرفت. يا رسولية يا أمينة يا أصيلة يا واعية يا سفينة لبن إيمانك سقيتينا عشتي وفيا لفديكي أيا مقدسة قدستينا ليسوع عريسك راعينا محيط الضعف أعنتينا وقلبك
لمتينا لفديكي، أبواب جحيم ما تفنينا، إيدك يا وحيدة تحمينا، لتمم سعينا يا معينة، سفراء لربك فاديكي، أبواب جحيم ما تفنينا، إيدك يا وحيدة تحمينا، لتمم سعينا يا معينة، سفراء لربك فاديكي، أبواب جحيم ما تفنينا، تحمينا، لتمم سعينا يا معينة، سفراء لربك فاديكي. معانا القمص فيلبس سعد كاهن دير القديسة دميانة، يا أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، كل نورت سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وسلام يا رب. نتكلم على الطقوس هنا بتتعمل، الشعائر اللي بتعملوها هنا، الصلوات اللي بتحصل، وبالذات فترة الأعياد ايه اللي بيحصل، وبالتفصيل كده بتحتفلوا ازاي هنا؟ احنا طبعا عندنا الاعياد اللي هي الرئيسيه زي عيد الميلاد وعيد القيامه. احنا عندنا هنا الشعب في المنطقه شعب المسيحيين نسبه كبيره، حوالي 900 اسره. بيبقى طبعا الكنيسه الام اللي بيصلوا فيها هي الكنيسه الكبيره في هنا في الدير. بيبقى احتفال كبير والشعب كله بيبقى حاضر. طبعا عندنا شهر كياك اللي هو صوم الميلاد اللي احنا موجودين فيه، بيبقى في شهر كياك بتبقى تسبيحة كياك. عندنا الخميس بالليل والسبت بالليل ده وبيحضر عدد كبير من الشعب. عندنا كمان الاحتفالات بتاعت القديسة دميانة، احتفالين، احتفال بعيد استشهادها بيبقى في 13 طوبة اللي هو في شهر 21/1، وفي عيد تكريس أول تكريس الدير في أيام البابا الكسندروس والشماس البابا اثناسيوس، كان لسه الشماس اثناسيوس، ده بيبقى في 20/5. بيبقى طبعا الاحتفالين دول الرئيسيين بتاع الدين، لكن الاحتفال الكبير بيبقى في شهر 5 علشان خاطر الدنيا في هنا في الشتاء بيبقى فيه مطر وكده، لكن بيبقى في الصيف فرصة ان الناس بيبقى فيه مخيم كبير جدا بيقطنوا أكتر من حوالي 50,000 مقيمين، غير الزوار بيصل لعدد لمئات الألوف يعني بيبقوا موجودين هنا في الاحتفال. بيبقى احتفال كبير جدا جدا، بيبقى يقام من 12/5 لحد 20/5. بيبقى في زوار، بيبقى في نهضة روحية، قداسات من يعني الساعة 6 الصبح لحد الساعة 12، قداسات من 6 ل8 ومن 8 ل10 ومن 10 ل12. بيبقى بعد الظهر في عشية، وبيبقى في زفة أيقونة للقديسة دميانة في التل الأثري، المكان القصر بتاعها اللي هو كانت ساكنة فيه واستشهدت في المنطقة دي، فبنعمل زفة أيقونة فيها. بيبقى في زفة كبيرة بيتقدمها سيدنا الأنبا مرقس، والزفة دي من زمان يعني من أيام الآباء اللي قبل كده كان بيعملوا زفة كبيرة، ودي المراسم اللي هنا الموجودة في المنطقة. وإحنا هنا كمان في يعني ميزة حلوة هنا، في الشعب كله بيلتف حوالين الكنيسة، لأن المنفذ بتاع الشعب هنا يعني، وشعب المنطقة اللي حوالينا كمان بيبقوا متواجدين عندنا. ربنا يبارك في المكان، ونشوف فيه عدد كبير من الناس بتحتفل معاكم وبيصلوا هنا. بشكرك على حسن الضيافة، وإن شاء الله نشوفكم تاني قريب. نورتونا وشرفتونا، وده مكانكم تنوروا تشرفوا في أي وقت. متشكرين خالص.